الخير، يوم جديد وحلقة جديدة بنبدأها مع حضراتكم، وهنكون موجودين معاكم ساعة بموضوع طبي جديد زي ما احنا متعودين كل يوم. وحلقتنا النهاردة خاصة بالتجميل، ومتهيألي انه كتير من الناس دلوقتي، وكتير من الناس يعني انا بقصد الستات والرجالة، كتير من الناس دلوقتي بقت تهتم بجراحات التجميل بشكل عام وايه الجديد فيها، وده اللي هنقوله النهارده. هنتكلم عن جراحات شفط الدهون، تنسيق القوام، امتى بنلجأ ليها، امتى بعد جراحات السمنة المفرطة. بعض المرضى طبعا اكيد بيشتكوا من وجود بعض المشاكل بعد الجراحات دي. ايه هي المشاكل دي وازاي نقدر نتعامل معاها عن طريق التجميل؟ يعني اذا حصل مثلا ترهلات في اماكن مختلفة من الجلد، هل نقدر ان احنا نشد الجلد ده؟ هل نقدر نعمل تجميل نقدر نصلح بيه ما بعد اجراء جراحات السمنة المفرطة؟ كمان هنتكلم على الجديد في شد الوش، لانه كتير جدا من الناس بتسأل دلوقتي عن شد الوش الجراحي، امتى نلجأ ليه وايه النتائج المنتظرة منه، وهل فعلا زي ما الصور بتوري لنا؟ يعني احنا دايما نشوف صور كده بنبقى مبهورين جدا بيها قبل وبعد، ونشوف الست او الراجل صغروا جدا في السن. هل دي النتيجة المتوقعة فعلا من جراحات شد الوش؟ طيب لما بنلجأ لجراحات شد الوش، هل احنا بنعمل شد وش فقط ولا شد الوجه والرقبة؟ يعني لازم الاثنين يحصلوا مع بعض. اسئله كتير جدا تخص التجميل وجديد في جراحات التجميل، وكل ده هيفيدنا فيه النهارده دكتور محمد دنيا، استشاري جراحه التجميل وتنسيق القوام. مساء الخير يا دكتور. مساء النور يا هند، وبرنامج اكتر من رائع ودايما موفقه ومقدمه جميله جدا عن اهتمامات الناس، وميرسي على استضافتك الجميله. دكتور، التجميل دلوقتي بقى ليه مساحه كبيره قوي في حياتنا، يعني ناس كتير قوي بتهتم بانه يبقى شكلها حلو، شكلها حلو واصغر طبعا كلنا على فكره. ولما قلت في الاول الستات والرجاله، لانه دايما بيتهموا الستات او السيدات بس ان هم اللي بيلجأوا لجراحات التجميل، بس انا بشوف دلوقتي رجاله كتير قوي بيعملوا تجميل على فكره. التجميل مش مقتصر على الستات خالص، على عكس نص الرجال، نص العياده عباره عن رجاله ونص الرجاله تاني ستات. بس الستات بتبقى دؤوبه دايما في الانتظام. يعني ممكن الراجل مثلا يجي مره وما يجيش تاني لو لقى فيه وجع. لو لقى فيه وجع ما يجيش. لو لقى فيه مثلا العمليه طويله وهتاخره عن شغله يلغيها. لكن السيدات طبعا ما فيش اي حاجه بتوقفها. بانتظام على طول في العياده، نقول لها ميعاد الجلسه تبقى مكلمانا قبلها بيوم عشان تحجز. قبل العمليه بتبقى 3 ايام قبلها مكلمانا ومأكده علينا مستعده يعني مستعده جدا، وحاطه كل اهتماماتها في العمل. متهيألي ده عشان الستات اصلا بتتعرض لعمليات ولاده وهي بتتحمل الالم بشكل كبير، فبالتالي هي ما عندهاش يعني خوف قوي من الجراحات. بالنسبه لتحمل الالم، احب اقول لك الستات بتعدي بكتير قوي الرجاله، وصبوره لا، وهي عارفه ان الالم هيروح في الاخر وبتاع. لكن الرجاله لا، هو وانس ان هو عمل حاجه بتألمه عمره ما يرجع لها تاني، عمره. طيب مش عارفه نبدا منين، لان احنا هنتكلم على حاجات كتير قوي النهارده، بس خلينا نبدا الاول من جراحات تنسيق القوام، لانه دي بيسأل عليها ناس كتير قوي، وناس كتير قوي بعد ما عملت جراحات السمنه المفرطه اتفاجئت ان في مشاكل كتير قوي حصلت لها بعد اجراء الجراحات دي. ايه المشاكل اللي ممكن تحصل من وراء اجراء جراحات مثلا مش عارفه اقول ايه، تدبيس معده، ولا دي ما بقتش تعمل اصلا؟ لا، كل حاجه بتتعمل دلوقتي، بس هو فعلا هو ده اهم سؤال واقوى سؤال. كويس ان حضرتك باديه بيه الحلقه. عمليه تكميم وتحويل مسار وفقدان الوزن الشديد، او هنحط لها عنوان كده كبير، لانه لو الوزن المريض فقد اكتر من 40 او 50 كيلو. لكن تخيل مثلا ان انت مقاسك مثلا ميديم، ولبست مثلا بنطلون دبل اكس، هو ده بالظبط بيكون الوضع بتاع المريض بتاعه. بيبقى واحد لابس جلد بتاعه اكتر منه مرتين او 3. يا خبر. فهو ماشي طول الوقت. صحيح الاوتفيت بتاعه بقى جميل جدا، شكله من بره بقى براق، الوزن بقى مظبوط، اللبس بتاعها جوه البيت وبره البيت وهو تايت عليها جميل جدا. لكن وانس ان انت تقدر تقف قدام حمام سباحه او تقف قدام بحر او كده، هنا تبدا المعاناه. ترهلات في جميع اجزاء الجسم. اقل حاجه بيكون فيها ترهلات سبحان الخالق يعني هي الوش.
لكن بعد كده الرقبه بتتاثر، الثدي بيفضى تماما ويترهل، الدراع بيكون فيه جلد، طبقه جلد كامله تحت الدراع بالظبط. البطن طبعا بيكون فيها ترهل عنيف جدا وبيتجمع لتحت، وكمان بيعمل انخفاض للمنطقه بتاعه العانه، يعني تلاقي العانه واقعه لتحت كمان. المؤخره بتفضى وتخش لجوه، والظهر كمان بيحصل فيه تنايات كتيره، جلد كده متجمع ورا بعضه لدرجه ان هو بيوقع المؤخره لتحت. كمان طبعا الافخاذ منطقه الاحتكاك بتبقى مليانه جلد كتير جدا، وبيبقى الجلد ماشي معاه خطوه بخطوه. فاستحاله الشخص ده بيبقى زي ما بيقولوا كده من بره بقى براك، من بره استعاد نفسه، لكن من جوه للاسف بيفضل في الترهلات. يعني انا اتخيل الشخص اللي خس 50 80 كيلو ده هيعاني من مشاكل نفسيه كبيره جدا، لانه صحيح زي ما احنا قلنا شكله في اللبس من بره مظبوط وحلو، ولكن هو بقى داخليا يعني متدمر. طيب تعالي نقسم العمليه دي نوعين، او يعني ناس مثلا عندها في فرق مثلا زياده 20 30 كيلو، وناس زياده 50 كيلو. اللي زياده 50 كيلو ده بينقذ حياته، بمعنى اصح ان هو حتى لو يعني ننصحه طبيا وعلميا ان هو يعمل عمليه بكل تاكيد، لانه ليه؟ كمان في امراض كتير قوي بتتعالج مع الجراحه دي، قلب، او ضغط، الجراحات دي. سكر، يعني كل جميع انواع الامراض تاتي مع السمنه، وبالتالي لابد من العمليه. وان الترهلات دي نعتبرها عرض جانبي، لكن حياته الحمد لله موجوده وصحيه وسليمه، هياخد قرص الفيتامينات مفيش اي مشكله. لكن الترهلات بالنسبه لها عرض جانبي. لكن انت لما تبقاش عندك الزياده 20 او 30 كيلو وتعمل العمليه دي، ليه؟ لان الترهلات دي مش تبقى عرض جانبي، هو انت هتبقى دخلت من حاله انك انت كنت عندك زياده بسيطه او متوسطه، ان انت عملت العمليه دي بقى عندك ترهلات عنيفه، فبرضه بتعاني من نفس الضغط النفسي، ان انت مش هتعرف تتميز بشكل جسمك. يعني حضرتك بتقصد ان الناس اللي زايده زياده ما هياش كبيره قوي تقدر تعمل انظمه دايت مختلفه تمشي عليها، تمارس رياضه وتحاول تخس بالطرق التقليديه الطبيعيه، ولكن ما يلجاش الانواع دي من الجراحات الا الناس اللي زايده قوي في الوزن. بالظبط كده. فانت انقذ نفسك، اعمل عمليه لو انت وزنك كبير قوي، لكن لو انت وزنك متوسط ممكن نلجأ بقى للرياضه، الدايت، عمليات التجميل نفسها من شفط دهون وخلافه. لكن ما تسيبيش نفسك او تسيب نفسك لاخر القطر خالص وبعد كده تقول انا عملت غلط. طيب خلينا نتكلم على الناس اللي هيبقى العمليات دي او الجراحات دي ضروره حتميه ليها، لانه هي جربت كتير قوي بالطرق التقليديه وما خستش، وهي وزنها كبير جدا وابتدت تعاني من امراض مزمنه زي السكر مثلا، زي امراض القلب، فبالتالي لجأت للنوع ده من الجراحات. خست كتير زي ما حضرتك قلت دلوقتي 50 كيلو مثلا، هتبتدي تظهر عندها في اجزاء مختلفه من الجسم ترهلات. هتعمل ايه يا دكتور؟ طيب خلينا نقول كده، يعني خبر حلو وخبر وحش. الخبر الوحش ان هو لابد من العمليات، والعمليات دي هتبقى على عده مراحل، يعني 1 2 3. الخبر الكويس ان العمليات دي نسبه نجاحها عاليه جدا، يعني ان مفيش عمليه تقريبا بتخش تشيل فيها الجلد غير وبتطلعي بنتيجه. يعني لا يمكن يكون مثلا الدراع مفرود ونازل منه دراع زي الترهل الشديد دوت، وان احنا نعمل قص وشد للجلد ده وان العمليه دي هتفشل. على العكس، العمليه دي بتنجح بنسبه كبيره جدا. ان مثلا في حاجه اسمها الشد الحزامي لمنطقه البطن والظهر، دي بنعمل جرح مخفي في اسفل البطن خالص مكان القيصريه كده، بطول بقى الداير ما يدور حوالين الوسط، تمام، عشان نكسب بيه 4 حاجات. منه بنشد البطن، منه بنرفع العانه، منه بنشد ترهلات الظهر، وكمان بنرفع المؤخره. فهو جرح واحد في منتصف الجسم داير ما يدور بيعمل لنا 4 فوائد. ده بالنسبه لمنطقه البطن والظهر والمؤخره والعانه. في الافخاذ بنعمل حاجه اسمها جرح طولي، شد الافخاذ طوليه، بنعمل جرح من الركبه تقريبا لحد المنطقه الخاصه، وده الجرح ده بيكون في المنطقه المخفيه خالص من جوه. يعني انت لو انت واقف او حتى على البحر وضامم رجليك عمر الجرح ده ما يبان، او حتى ماشي بشورت في البيت عمره ما يبان. ليه؟ لان الجرح ده بيكون في يعني زي ما بيقولوا كده دارك سبوت، او اللي هي المنطقه اللي احنا مش شايفينها ما بين التصاق الرجلين مع بعض. نيجي بقى لاصعب الاماكن. جرح طولي يا دكتور، جرح طولي من الركبه لفوق لحد المنطقه الخاصه. ده بالنسبه للرجاله يا استاذ. اصعب منطقه فعلا بتحتاج ترميم هي منطقه الثدي للسيدات، لان المنطقه دي بيكون فيها الجلد ترهل جدا،
الثدي نفسه فقد الشكل بتاعه العادي اللي هو بارز للامام والهاله لقدام، فكل ده فقد. بالتالي واحنا كمان ما عندناش غير جلد فاضي، فبنضطر ان احنا نضيق الجلد على قد ما نقدر، واحتمال ان احنا نحتاج سيليكون. نعمل امبلانت يعني. نعمل سيليكون، ايوه. طيب يعني هل برضو الجرح بيبقى في مكان مش باين ولا لا؟ عشان يعني حجم الجراحة كبير هيبقى في مكان باين ظاهر يعني. خلينا نتكلم على موضوع الجروح ده. مفيش جروح ما بيبانش، بس في جروح بتتحط في الاماكن. مش ممكن نعملها في اماكن مخفيه؟ لما تتحط في الاماكن الصح زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي، بالتالي انها بتؤدي ان الجرح ده ما يكونش ملحوظ للعين، وبالتالي شكل الانسان بيختلف تماما، وخصوصا كمان مع تطور الليزر والتاتو. تمام. طيب خليني اقول لحضرتك انه دلوقتي على السوشيال ميديا احنا على طول بنتفرج، يعني احنا كناس عاديه بندخل ونتفرج، واللي عاوز يعمل الجراحات دي بيشوف صور وفيديوز كتير جدا للجراحات دي. في ناس بتشكر فيها جدا، وفي ناس بتطلع بالعكس بشكوى كبيره جدا وبتخوف الناس، وكمان بتوري او بتفرج صور جروح شكلها وحش قوي، يعني جروح فعلا شكلها مش لطيف ابدا. هل ده يا دكتور ان انا يعني مفيش حاجه اسمها ضمان او جارانتي هاخده ان انا الجرح هعمله وهيطلع شكله كويس قوي؟ لانه انا اتخيل انه في حاجات كتير قوي بتتحكم في انه الجرح يطلع شكله حلو او وحش. صحيح. السؤال بقى فعلا زي ما انت بداتيه كده، نبداه من الاخر للاول. هو ايه العوامل اللي تخلي شكل الجرح حلو او وحش؟ اول حاجه في حاجات على المريض، يعني المريض المدخن لازم هيطلع شكل جرح وحش، المريض اللي مليان قوي لازم هيطلع شكله وحش، المريض اللي هو سنه كبير تمام وده برضه هيطلع شكله وحش، المريض اللي هو خد كورتيزونات فتره طويله ونوعيه الجلد قلت جدا، ما هو طبعا الكورتيزون بيدمر صحه الجلد تمام، برضه هيطلع شكل جرح وحش. لو الجراح اختار المريض الغلط، بمعنى يعني ايه بقى اختار المريض الغلط؟ يعني ايه بمعنى اصح؟ مريض مش هيحافظ، مريض عايز ينزل الشغل بعد اسبوع، مريض مش هيبطل تدخين قبل العمليه ولا بعد العمليه، مريض السكر التراكمي بتاعه عالي وهو برضه دخله طبعا في الماده. فساعات الدكتور بيغلط، ما بيشوفش حاجات قدامه. المريض دوت مثلا مكتوب لك راحه شهر، طب انا عايز انزل بعد اسبوع، نزلت عرق تراب شمس الجرح التهب، ساب اثر اكبر طبعا بكل تاكيد. كمان بقى يجي العامل اللي هو المستشفى، يعني احنا قلنا المريض، الدكتور، المستشفى ما تكونش ويل اكويب او مجهزه لعمليه التجميل، ما فيهاش الاجهزه الحديثه بتاعه التجميل، النظافه بتاعتها يعني تعقيم. مستوى التعقيم بتاعها مش على مقدار التجميل. هي في عمليات بتبقى اقل من التعقيم، طبعا، يعني مثلا عمليات مثلا اصلا هنشتغل مثلا ولاده، التعقيم فيها اقل، اللي هنشتغل في المكان الشرجي التعقيم فيه اقل، لكن التجميل محتاج مستشفى عاليه، النظافه بتاعتها كويسه جدا، التعقيم بتاعها كويس جدا عشان توصل لجرح كويس. طيب يبقى هنا يا دكتور لازم الدكتور يقعد كتير مع المريض اللي هيعمل الجراحه دي، لانه هو من حقه كمان يعرف، يعني من حقه يعرف لو انت مدخن انت هتبطل تدخين، لو انت مدخن في فرصه كبيره ان الجرح ما يطلعش باحسن شكل، ان انت لازم تقعد فتره كافيه بعد الجراحه، ان احنا لازم نعمل الجراحه في مستشفى مجهزه. يعني انا بقصد انه هو يبقى عارف، وعارف ان في نسبه من المشاكل ممكن تواجهه، وهو يتقبل او يرفض، دي حاجه ترجع له. يعني ما ممكن حد يقول ايه، لا انا برضو انا مصمم اعملها، يعني حتى لو الجرح شكله مش لطيف انا ممكن اتقبل عن انه شكل جلدي مترهل جدا بالطريقه دي، او انا واصل لمرحله كبيره جدا من الترهل مثلا مش قابلها. تمام. حابين ما نخوفش الناس قوي من شكل الجرح. الموضوع في النهايه بعد 6 شهور بيختفي اثاره بنسبه 70-80%. مفيش جرح بيفضل ظاهر بالطريقه البشعه اللي انت فاكراها دي، حتى لو الجرح متعرج تمام، ليه حاجه اسمها ريتاتش، بمعنى اصح انا المريض بتاعي الجرح لا قدر الله لاي سبب، تدخين، سكر، فتح، مفيش اي مشكله، احنا بنمشي معاه بالعلاج التحفظي ونفضل ورا الجرح لحد ما يقفل. بعد ما يقفل الجرح ب6 شهور
انا بدخله اشيل له الجرح اللي هو شكله مش ظريف دوت واعيده له تاني. يعني ياما بيجي لي حالات من عيادات اخرى شكل الجرح فيها اتعملت مثلا مش مع جراح تجميل، اتعملت مثلا شد بطن مع الولاده مع دكتور النساء، فبيبقى الشكل مش مقبول قوي والجرح بتاعنا مش منتظم قوي، او في مثلا تجمع دهني في اخر الجرح، بنضطر ان احنا ندخلها تاني. حاجه اسمها ريتاتش، مش حاجه مش زي العمليه الاولانيه، مش حاجه كبيره زي العمليه الاولانيه، بنهتم فيها بتقفيل الجرح بس. ان احنا بنشيل الجزء السكاري اللي هو شكله وحش جدا ونبدله لها بجرح منتظم وخفيف جدا بس. طيب يعني في برضو حلول تانية في حلول لو كتير. لو الموضوع حصل فيه مشكلة او مضاعفات او مش عاجبنا الشكل، احنا ممكن نتدخل بعد شوية. بعد فترة قد ايه لو انا الجرح مش عاجبني شكله اقدر ارجع لجراحة تجميلية تانية اصلح فيها شكل الجرح؟ لازم يعدي 6 شهور. 6 شهور. ولو وخدي قرار بعد مثلا بعد شهر او شهرين شكل الجرح مش عاجبني، خلاص انا مش هصرف عليه، انا هعيده بعد 6 شهور. بعد ال6 شهور لما نعمل العمليه نبدا بقى نفكر في الليزر والكريمات. بمعنى اصح ان انا اوفر الفلوس اللي انا هصرفها على الجرح الاولاني ما استخدمش فيها لا ليزر ولا كريمات، استنى ان شكل الجرح بقى خلاص معرج وللاسف ما قفلش من اول مره، فاحنا نقوم عاملين ايه، منتظرين 6 شهور عايدين الحته اللي مش عاجبانا، وبعد كده نلجا للكريمات والليزر. وده كمان هيساعدنا بجانب ان الجرح معمول تجميل هيقل بنسبه 70-80%. طيب بس النقطة دي بالذات أنا هعرفها منين؟ يعني هعرف منين إن أنا لو استخدمت الكريمات الخاصة بتحسين شكل الجرح أو الليزر مش هيجيب نتيجة مرضية قوي، وإن أنا لازم أعمل أو أعيد الجراحة مرة تانية أو الجرح، يعني تصليح الجرح مرة تانية؟ لأنه أحيانا نستخدم الكريمات دي وتجيب نتائج يعني مرضية، أو الليزر بيجيب نتائج مرضية. أنا هعرف منين إن شكل الجرح ده مش هيتحسن؟ تعالي نقول كده، في حاجات محتاجين فيها رأي طبيب وحاجات لا. لو مكان الجرح غير منتظم ده مش هيتغير سواء بالليزر او الكريمات. يعني لو في تعرجات مثلا لو في غير منتظم يعني مثلا المفروض ان خط الجرح بتاع الدراع مش هيتحسن طبعا. خلاص ده مش هيتحسن لانه الجرح مش هيغير مكانه، فدي مش محتاجين فيها رأي الطبيب، هو خلاص غير منتظم، فانا بعد هيعدي 6 شهور وانا هخليه جرح منتظم. لكن في حاجه بقى محتاجين فيها رأي الطبيب، يعني مثلا لا قدر الله في جزء من الجرح عالي سنه، في جزء متسع بسيط، في جزء داخل لجوه سنه يعني نازل لجوه سنه، دي محتاجين رأي فيها الطبيب. هل يا دكتور ده محتاجين له اعاده ريتاتش ولا ان احنا محتاجين له ليزر وكريمات؟ انا بشوف معظم الجروح وخصوصا من اهم الاماكن اللي بتتحسن قوي جروح الثدي والبطن ما بيحتاجوش اعاده خالص، وخصوصا في المنطقتين دولت. ليه؟ لان الجروح فيهم او الثدي مثلا معرض للخبطات، معرض للبيبي يعمل فيه علامات، فالجروح والجلد بتاعه بيتحسن مع مرور الوقت جدا. طيب دكتور، متهيألي كده ان احنا اتكلمنا عن كل ما يخص الجراحات اللي ممكن نعملها لتعديل الشكل او لتحسين الشكل بعد اجراء جراحات السمنه المفرطه. في اي حاجه نقدر نقولها للناس اللي عايزه تعمل جراحات من النوع ده؟ لو وزنك كبير جو اون تماما لاكتر من 50 كيلو، لو انت هتقلي اكتر من 50 كيلو لازم تعملي العمليه عشان حياتك وصحتك، ما يهمكيش من الترهلات، التجميل هيحلها. لكن لو انت وزنك زياده 20-25 كيلو لا تقتربي من هذه العمليات. ليه؟ لان هي هتسيب الناحيه الثانيه، هي مش هتخسسك ال 25 بس، لا هي هتخسسك 35 و40 و45 غصب عنك، وبالتالي هنبقى عاملين زي اللي لابسين بنطلون واسع، احنا ميديوم والبنطلون دبل اكس. فلا يبقى لازم هي تبقى عارفه انه هو عارف انه انت في احتمال كبير قوي تلجأ لجراحات بقى شد الجلد بعد كده. الشخص اللي هو بيبقى زياده عنده 50 كيلو بيبقى متقبل جدا لفكره وجود ترهلات، ومتقبل جدا ان هو هيخش بعد كده عمليات لازاله الجلد ازاي. لكن الشخص اللي بيتفاجئ اللي هو عنده ال 25 كيلو زياده دول، هو ده اللي بيتفاجئ. لا انا وشي وقع، لانه ما بيبقاش مستعد، يعني هو كان فاكر ان دي اخر محطه هيقف فيها، اللي هي انا هعمل الجراحه دي وخلاص كده هبقى تمام وما عنديش اي مشاكل. بيتفاجئ ان هو لا، ده حصل ترهل في الجلد. بالظبط كده. هو المفاجاه بتاعته بقى بتقول له هو انا لسه هخش، لان هو اتحول من شخص مثلا، او لو سيده مثلا من شخصيه كيرفي واحده سليم، ستايل حياه مختلف، عدم وجود تقبل الترهلات دي اصلا لانها عمرها ما شافتها، فشخصيه تانية خالص وبتبدا بقى في معاناه جديده. طيب
خلينا بقى نتنقل لنقطة تانية، وهي شفط الدهون وتنسيق القوام للناس اللي هي ما عندهاش المشاكل الكبيرة قوي دي. هي جسمها حلو جدا، عاجبها جدا، ولكن بعد مثلا ولادتين ثلاثة حست، او ولادة واحدة حتى حست انه لا، يعني انا مش عاجبني ابدا شكل بطني وشكل بطني، بحاول العب رياضة ما بيتظبطش، بحاول امشي ما بيتظبطش، قللت اكلي ما بيتظبطش، فانا لازم الجأ لجراحة شفط الدهون او لشفط الدهون، او من غير ولاده خالص. انا او حابين من غير ولاده خالص، لانه في ناس جيناتيك يعني بيبقى عندها بطن مثلا. بالظبط. زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي، ناس كتير قوي بيبقى تراكم الدهون بتاعها في مناطق غير محببه. يعني مثلا ممكن تلاقي ست عريضه من فوق، او الجزء اللي جنب الثديين دوت مليان جدا. واحده تلاقي رقبتها برغم انها جسمها واو، الا ان رقبتها عندها دبل تشين رهيبه، او الرقبه مليانه جدا. ده حقيقي. او مثلا زي عزيز الهانش كده، تمام، تلاقي المنطقه المؤخره رهيبه جدا وهي اللي مليانه، وبقيه جسمها متناسق. او بتاخد علاج هرموني، يعني مثلا زي الكورتيزون. مثلا الكورتيزون بيبقى ليه شكل معين، الوش مدور، ظهر مليان، البطن كبيره جدا، لكن الاطراف رفيعه جدا. يعني اي ست تلاقي عندها الملامح دي تفهم انها عندها انتاج الكورتيزون عالي، او هي بتاخد علاج فيه كورتيزون وهي مش عارفه. انتاج الكورتيزون في جسمها عالي؟ ده اللي هو بيطلق عليه كورتيزول. كوشنج سندروم، حاجه اسمها سندروم طبي يعني، او يبقى شكل الجسم كده ليه شكل معين، ليه شكل معين. تخش عليك العياده هي دي بتاخد كورتيزون، او انتاج الكورتيزون داخليا عندها عالي. بيحصل من التوتر العالي يا دكتور؟ لا، ده ليه اسباب كتير بقى، الكلى يعني ليه اسباب طبيه لكن كتير. ملوش علاقه بالتوتر؟ لا، التوتر لا، ملوش علاقه. ملوش علاقه. طيب هي الست لاي سبب من الاسباب اللي احنا قلناهم دلوقتي متضايقه من شكل بطنها، وقررت ان هي تعمل اجراء شفط البطن ده. اولا هو اجراء ولا جراحه، ولا بيندرج تحت ايه بالظبط؟ فعلا دي بقى الاسئله الكتيره اللي بتيجي عندنا. هو ايه اصلا الاجراء؟ شفط الدهون زمان كانوا زمان قوي مع الولادات بيشيلوا الجزء بتاع السفلي من البطن كده، تمام، ككتله واحده ومن غير اي تفاصيل، لان اصلا ما كانش في ستات بتكشف على ستات او بتشوف شكل البطن المثالي. هي كان يعني فكان الدكتور تطوعا منه بيقوم شايل بالك كده وشكرا. مع التطور بقى، وان احنا عرفنا يعني يعني بيقص جزء من الدهون، وهو بيولدها، وهو بيولدها يقص جزء من الدهون والجلد كمان. فكان شكل البطن بيطلع شكل غريب جدا، يعني كانت فتره القديمه يعني. شويه بشويه بقينا نشيل حاجه اسمها الاكياس الدهنيه، عن طريق برضو ان احنا نقوم جايبينها وشايلينها كده. ده مع الولاده برضو؟ لا، دي مع اي جزء. يعني مثلا في جزء عندك مثلا جنب الافخاذ مثلا ممتلئ، فكان الدكتور يخش يشيل حته من الجلد بالدهون اللي تحتها لحد ما يوصل لحد العضلات ويقفل الجلد. طبعا كانت بتسيب تشوهات رهيبه جدا ومؤلمه جدا. مع التطور بقى ان احنا اكتشفنا ان احنا ممكن نخش بفتحات صغيره قوي، تمام، ما لا تتعدى ال 4 أو نص سنتي. يعني هاتي مثلا 20 سنتي نص سنتي بالظبط، ندخل بكلمة شفط الدهون، نقدر ناخد كل الدهون اللي في المنطقة دي ونطلعها بره، والجلد سليم تماما من غير ما نقرب منه. ده كان الاختراع، والاختراع ده كان مش قريب، احنا بس احنا اللي اتطور عندنا قريب. هو ده مثلا من التسعينات وثمانينات القرن الماضي. بيحصل بره يعني؟ بيحصل بره، كان من الثمانينات وتسعينات القرن الماضي. فشفط الدهون اتطور بقى بعد كده. بقينا نحس بعد ما ناخد الدهون دي ان الجلد بيفضل، فطورنا اجهزه احدث كمان ان احنا نشد الجلد ده كمان وهو في مكانه من غير ما نقطعه قبل ما نعمل عمليه شد الترهلات. نشد الجلد قبل ما نقطعه؟ قبل كمان، يعني ممكن ده ايه يا دكتور؟ بليزر مثلا؟ في بقى عندنا مراحل للتطور ده كمان يعني. طيب بس هو السؤال هنا، احنا نشد جلد ليه واحنا اصلا هنقطعه؟ يعني احنا هنشيل الجلد الزياده، تمام، وهنخيط. طيب احنا ليه بقى بنستخدم اجهزه تشد الجلد ده؟ عشان ممكن ما نلجأش للخطوه دي. احنا بنقسم العيانين درجات كتير قوي. احنا ممكن نقسم واحده جلدها قوي قوي، دي هنعمل لها شفط تراديشنال جدا، تمام. في واحده بقى هيزي كده في النص، اللي هي الدهون بدات تكتر والجلد نوعيته متوسطه. وفي بقى العينه الاخيره انه الدهون كتيره والجلد مترهل قوي. العينه اللي في النص دي بقى هي محتاره تعمل جرح وتسيب باثر ولا تعمل شفط بالاجهزه الحديثه. من 10 15 سنه كنا نقول لها لا، هتعملي شفط ولازم نقطع الجلد بتاعك.
النهارده بنقول لا، 80% من الحالات ما بنحتاجش غير ان احنا نعمل لها شفط وندخل الاجهزه المساعده. الاجهزه زي ما حضرتك تفضلتي كده، في ليزر، في فيزر، في كمان جي بلاستي. 3 اجهزه وكلهم احدث من بعض، وكلهم يعني بالترتيب كرونولوجيكال، يعني الليزر اقدم حاجه، الفيزر ده هو الموست كومن دلوقتي، وده اكتر حاجه الفيزر ده طب احنا بنسمع عنه كتير قوي، تمام. شفط الدهون بالفيزر، جميل. صح؟ مش بنسمع عنها صح كتير قوي بالظبط على طول كده. الوقت في الاعلانات. طيب اولا احنا عايزين نفهم ايه التقنيه دي، ايه اللي انا هستفيد او هحصل عليه من ورا التقنيه دي، وهل هي افضلهم ولا هي حاجه في النص؟ نبدا من الاخر الاول. هي حاجه في النص. ظهر حاجات احدث، بس لسه نوت FDA ابروفد، يعني لسه ما منظمه الصحه والدواء مش متوافق عليها. لكن الابروفد وخلاص بقى ستاندرد في اي عمليه هو الفيزر. ده عباره عن ايه؟ عباره عن جهاز حراري بيبقى ليه فايدتين في العمليه نفسها. اول فايده منه ان هو بيسهل اذابه الدهون، يعني بدل ما انا اخد وقت طويل عشان اشفط، بقيت اخد وقت اقصر، لان الجهاز الحراري ده بيخلي الدهون تطلع مش بقى متكتله كده، تطلع سايحه بالظبط كده. ده اول جزء. الجزء الثاني ان انا بخش بيه تحت الجلد، ان انا اعمل حاجه زي ديب بيرن، او يعني حرق عميق من اسفل الجلد مش من اعلاه، وبالتالي ان الجلد ده بيشد وبيرجع يلزق في مكانه تاني من غير بقى ما يقع لتحت، وبالتالي مبيبقاش فيه ترهل. فالجهاز الفيزا زي ما قلنا كده الفايدتين بتوعه، بيقصر مده العمليه ويخلي الدهون طالعه من غير دم خالص. النقطه الثانيه ان هو بيعمل شد للجلد وبيرجعه في مكانه. هي بتطلع برضو بنسبه دم يعني مش بسيطه. اكيد طبعا، مفيش جرح من غير دم. مفيش العمليات دي لازم طبعا، وخصوصا لو زادت كميه الشفط طبعا لازم ان انا اعوض المريض بدم، وده روتين على فكره في العمليات. طيب حضرتك قسمت المرضى ل3 درجات. تمام. درجه هي مش محتاجه خالص ان هي تشيل جلد زياده او هتعمل شفط من غير شد، ودرجه يعني بين ودرجه لازم تعمل شد لانه في جلد كتير متراهل. طيب الدرجه اللي في النص دي هي افضلهم او هي الشائعه اكتر؟ اولا يا دكتور، هو انا كمريضه المفروض اعرف درجه ترهل جلدي ولا الدكتور هو اللي بيحدد لي؟ يعني انا مثلا ممكن اروح اقول دكتور انا هعمل شفط لكن انا مش عايزه اعمل شد بعد الشفط، مش عايزه يعني اقص جلد، ولا انا ما ينفعش اقول كده مش عايزه اقول مريضه لانه التجميل ده مش حد مريض يعني، ولا ككلاينت انا ما ينفعش اقول رايي؟ طيب هو مش كلاينت، هو بيشنت، يعني هو مريض. مش خلاص. لكن هو مريض. لا، هو مريض طبعا، مريض بسمنه موضعيه. احنا عندنا جزء فيه دهون مش في مكانها او في الطريقه المرغوب فيها. بس مش بحسه مريض يا دكتور بصراحه، بحس يعني انه ممكن يعيش فيه. اصل في دلوقتي حقيقي جسمهم كويس جدا، بس هي الحته دي هي مضايقاهم نفسيا. لا عادي، لا 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 هي مضايقاهم نفسيا، يعني هم بس لوحدهم اللي شايفينها، يعني حتى لما يسالوا الناس يقولوا لا احنا مش عارفين ان انتوا عندكم بطن خالص، هو حاسس بيها، هي مضايقاه. لا طبعا هو مريض طبعا. يعني مثلا مريض الصلع ده مريض، مريض لا احنا بنتكلم عن ناس عندها سمنه موضعيه طبعا مريض. ولا يمكن ما تقدرش تعبه. بس دلوقتي بقى في بنات كتير قوي بتعمل الجراحه دي او بتلجأ للاجراء ده وهي حقيقي مش محتاجاه قوي، يعني هي عندها بطن بسيطه مقبوله لكن هي مش قابلاها. العيانين درجات. يعني ايه مثلا؟ في واحده مثلا طول عمرها سليم ورياضيه، فهي اصلا كل اللي مضايقاها ان شكل عضلات البطن مش باين. ده مريض، هو عايز يعمل نحت، عايز يرسم عضلات بطنه. بس ده مش مريض يا دكتور، عالي التحديد. ده مش مريض. انت حتى حياتك بتقول دلوقتي جسمها مظبوط جدا ورياضي ورياضي لكن هي او رياضيه لكن هي مضايقه انه عضلات البطن مش مرسومه ومتحدده. وانس انها تخش اوضه عمليات، انا مش هدخل حد مش مريض. لا هي فعلا الجزء اللي مضايقها نفسيا كل يوم الصبح. هو نفسيا، هو مضايقها نفسيا كل يوم الصبح تصحى على المرايه. هو مضايقها نفسيا لكن هي ما تعتبرش مريضه بصراحه. طيب يا دكتور، هي دلوقتي هتدخل اوضه العمليات، هي تحدد
ولا ما ينفعش تحدد خالص؟ دي حاجه تخص الدكتور المسؤول عن الجراحه. الاثنين. هي بتدي افضليه. يعني ايه مثلا؟ نقول مثلا عيانه مثلا عندها سكر، والسكر التراكمي ده مثلا عالي، وهي مدخنه، وهي عندها ترهل شديد. العيانه دي لما دي عيانه ماشي يا دكتور، لا لا لا, لا, جدا. لا. العيانه دي نظريا ان انا اظبط لها السكر، وكمان اوقف لها التدخين، وبعد كده لما يتظبطوا مثلا نخش أيوة. نشيل الجلد ده اللي هو يعني ده المفروض يتعمل. طيب العيانه دي مثلا هي للاسف مش قادره تخس، لان السكر ما بيخليش حد يخس. تمام. وبالتالي هي عايزه تشيل اصلا كتله الدهون دي عشان استخدامها للانسولين يقل. يعني فاهمه الكونترافيرس؟ يعني ده عكس ده. طيب دي ما نقدرش نعمل فيها الجرح، لكن نقدر نساعدها لان بشفط الجرح الدهون. عند الناس اللي عندها سكر بيطول بيلتئم جدا، جدا، هم غالبا ما صعب. يعني بيبقى التئامه بسيط وصعب، ويعني بياخد وقت اطول كتير. طيب احنا نقدر نساعدها ايه في كجراحه تجميل؟ ان احنا بناخد الجزء اللي هو مليان دهون ونشفطه. ساعتها جرعه الانسولين بتاعتها بتقل، وهي قدرتها على انها تنزل السكر التراكمي بتاعها بيكون احسن. وافضل. بالظبط. فهي بتبقى تشاور ما بين المريض والدكتور بتاعه. في مرضى تانية بتخاف جدا من الجرح. انا مفيش مشكله يبقى عندي نسبه ترهل بسيطه، بس ان انا يكون الجرح بتاعي ما عنديش جروح. زي مثلا في واحده مثلا تقول لك انا اصلا مش بشفط عشان ان انا اشيل الدهون الموضعيه، انا مثلا عايز اخد الدهون دي واستغلها مثلا في منطقه اخرى زي المؤخره مثلا او الثدي. يبقى ساعتها الهدف مش ان انا اعمل شد للترهلات، هي ده مش مضايقها اصلا. اللي مضايقها مثلا صغر حجم الثدي او المؤخره. فبالتالي هو بيبقى تشاور، يعني حضرتك بتسمع وجهة نظرها، حضرتك تقترح عليها رأيك وتوصلوا لحاجة وسطية ما بينكم انتوا الاثنين. بالظبط كده. بنشوف ظروفها هي ايه، ظروفها الصحيه ايه، المرضيه ايه، وجهه نظرها ايه. مثلا انا مثلا مثال اخر، في واحده مثلا جوزها لن يتقبلها باي جروح مثلا، وهي محتاجه انها تعمل العمليه دي، مثلا عندها بطن رهيبه بعد خلاص بنشفط، لكن ما بنشفط ومن غير جروح. بس هي مش ممكن تتعمل في مكان السيزيريان؟ يعني لو هو في سيزيريان مش ممكن بنعملها في نفس المكان؟ هو جرح شد البطن هو غالبا جرح القيصريه زائد 5 سم يمين و5 سم شمال، من 5 ل 7 سم يمين او شمال. بس طيب هو ينفع اشد بطن بس، او قصدي اشفط بطن بس، ولا لازم اشفط بطن باجناب؟ يختلف بقى. يعني طيب يختلف، يعني ممكن ولا غير مقبول؟ لا طبعا هو لازم. اصلا هو الفايده بتاعت شفط دهون البطن ان انا احسنك من الفرونت فيو، يعني ان انت باصص لي، ومن الجنب وبالتالي ما فيش واحده هيبان. هي اهم حاجه عند الست ايه؟ ان يبان لها خصر او يبان لها وسط. فالاجناب ساعات بتبقى اهم من البطن، يعني انها ترسم الشكل الكيرفي. اصل الستات ساعات ما بتبقاش فاهمه الحته دي، مع انها حته مهمه جدا. يعني تقول انا عايزه بطن، فالدكتور يقول لها طيب وهنشفط كمان الاجناب؟ لا ليه؟ مع انه هي المستفيده. الاجناب بتبوظ اصلا شكل البطن تماما. صحيح. وخصوصا الجزء اللي هو لو احنا بنلبس حزام، الجزء اللي فوق الحزام ده دايما بيكون شكله غير مقبول، وعلى الرجاله الجزء ده بيبوظ شكل القمصان جدا، شكل البلوزات جدا. صحيح. وبالتالي لازم لما هتشفط البطن هتشفط مع الاجناب. ده في ناس كمان بتخلي ان شفط البطن مانداتوري معاه، يعني لازم عليه ان هو نظيف الظهر، بحيث ان الوسط يبقى اترسم رباعي الابعاد من كل الاتجاهات بصوره كويسه. يعني احيانا لازم نلجا كمان لشفط الظهر؟ ده في معظم الحالات ان احنا بنعمل شفط الدهون لمنطقه البطن ومنطقه الظهر مع بعض، عشان نصغر الوسط من قدام ونصغره كمان من ورا، يبقى متحدد قدام وورا. طيب احنا لجأنا للجراحه دي او الاجراء ده، ايه التعليمات اللي احنا بنتبعها او بنمشي عليها ما بعد اجراء جراحه لشفط الدهون؟ طيب اولا مريض التجميل بتاعنا لازم يبقى عنده راحه نفسيه رهيبه، بمعنى اصح ان انا ما ينفعش اعمل العمليه دي وانا اندر ستريس، او تحت ضغط الشغل، او تحت ضغط اللي انا منتظر النتيجه عشان جوزي ما يطلقنيش، او انا منتظر ان انا اسمع كلام كويس من الناس. ده مش الهدف خالص. لازم يبقى عنده راحه نفسيه تماما 3 اسابيع، شهر، وينتظر النتيجه بعد 3 ل 6 شهور.
ده يعني زي كده عقد ما بيني وما بين المريض. بس يعني هو مش هيشوف نتيجة فورية يا دكتور؟ لا، هيشوف نتيجة فورية طبعا، بس مش النتيجة النهائية. بمعنى صح ان انا شفطت البطن النهارده، بالليل هتكون البطن دي اتشفطت تماما، تاني يوم الصبح هتبقى ورمت. هتصبر بقى على الورم ده ان هو يقل وشكل البطن يبان بعد فترة معينة. 3 شهور بيبقى قال لنا، 3 اسابيع بيبقى قال لنا 50%، 3 شهور بيبقى قال لنا 80%، بيتفضل في الشهرين اللي بعدهم ال 10 20% الفاضلين. لكن بالتالي ما انتظرش نتيجة نهائية من اول اسبوع. لا مش طبعا، هيحصل. مش قبل من 3 ل 6 شهور. النتيجة النهائية بتبان بعد 3 ل 6 شهور. فأول حاجة في التعليمات للمريض بعد العملية إنه يبقى عنده راحة نفسية ويبقى عنده استعداد لفترة نقاهة. بمعنى صح، ال3 أسابيع اللي بعد العملية هم فترة نقاهة المريض. بيبقى الوجع في الأول موجود شوية، بيقل بالتدريج تاني يوم، تالت يوم أقل في أقل في أقل، لكن طول ال3 أسابيع بيفضل لسه في حاجة اسمها تعافي. بمعنى اصح ان المريض ما بيقومش مره واحده، لازم بيقعد ال3 اسابيع دولت بيتحسن تدريجيا عشان يرجع تاني لسابق وظيفته. طبعا لكن هو معلش يا دكتور، هو عمل جراحه هيقعد 3 اسابيع في البيت، لازم يبقى عارف كده. لازم يبقى عارف كده. لازم يبقى عارف كده، لكن مش هينفع ينزل قبليهم. لا، التعافي ما هو ده احنا بنشرطه زي ما قلنا كده، راحه نفسيه للمريض. التعافي للمريض ان هو ياخد 3 اسابيع لمده شهر، ولو عامله حاجات كتير اكتر، يعني مثلا عامله بطن 3 اسابيع، عامله بطن وثدي وظهر، يبقى لازم هيبقى الفتره دي اطول. يعني ريليتد ان انا لما هطول عدد الاجراءات داخل العمليه هتطول فتره النقاهه عشان الجسم يخف. واهم حاجه طبعا العلاجات اللي هو هياخدها بانتظام، الفيتامينات، المضاد الحيوي، حاجات التورم، الاكل طبعا لازم في ال3 اسابيع دلوقتي يبقى صحي جدا. يعني ما ينفعش ان انا اعمل عمليه، انا كنت مره ما اعمل عمليه المريضه تاني يوم طالبه بيتزا، طبعا انا اتجننت عليها. يعني احنا بنعمل ليه من هنا وهنتخن تاني من هنا؟ فلازم الاكل يبقى صحي. كمان السوائل من اهم الحاجات اللي بعد العمليه عشان تتجنب الجلطات وتتجنب لزوجة الدم انها تعلى. لازم تشرب كويس، هتخش الحمام كويس. واهم حاجه ان اللي حواليها بقى، دي بقى احنا بنقولها نصيحه عامه للمرضى، يبقوا سبورتيف. بمعنى صح، ما انت كنت جميله، انت عملتي في نفسك كده، انت اللي شفطتي بطنك، انت تعبتي. لازم اللي حواليك يبقوا داعمين ليك نفسيا وجسديا. على فكرة ده مهم جدا، حتة الدعم النفسي دي، لأنه لما بيتقال كلام شبه انت ليه عملت كده، انت كنت كويس، ده بيخلي الواحد نفسيته تسوء جدا ما بعد الجراحة. انا شفت عيانين ما بيلتئموش بسبب الكلام السلبي من الام او البنت. يعني معنى اصح، لو انت مثلا ماما جايه معاكي العمليه وهي مش راضيه عن العمليه دي ريد فلاج عندي ان انا اعمل العمليه دي، لان انا باخد الام على جنب. من فضل حضرتك، قرار اختيار العمليه كان قبل ما تجولي. بعد ما جيتي وخلاص انت دعمتي بنتك ووصلتيها للمستشفى، فارجوكي اول ما تطلع، ارجوكي ما لاقيش الوش اللي هو المكتئب الحزين، انت ليه عملتي كده، هي كده ساعتها مش هتخف. من فضل حضرتك حتى لو مش راضيه عن العمليه، مثلي قدامها ان انت راضيه، ولو سمحتي خليها تحس انها بشويه تفاؤل، ودعميها نفسيا لحد ما تخف. والقرار ده قراركم سوا بس جوه البيت، لكن وانس ان احنا وصلنا هنا او المستشفى لازم يبقى في دعم للمريض. طيب هي تقدر تخرج من المستشفى او هو يخرج من المستشفى بعد قد ايه؟ حسب عدد الاجراءات بقى والحاله الصحيه. يعني نقول مثلا لو مريضه عامله شفط بطن وظهر وحقن مؤخره، دي من اكثر العمليات شيوعا في الفتره دي. ان احنا بنقعد المريض يوم بليله، يعني مثلا عملنا الصبح ممكن نخرج تاني يوم الظهر. طب المريض ده مثلا لا قدر الله نزف شويه في العمليات، بنحتاج ان احنا نعوضه دم، فبنقعده فتره اطول. او مثلا حاسين ان هو لوحده، يعني مثلا عيانه خليجيه جايه من دوله شقيقه مثلا، هتقعد فتره فهي أطول. مثلا بنقعدها يومين او 3 لحد ما تقدر تروح الفندق. مثلا لو شخص مثلا السكر بتاعه مش متظبط، فبنقعده يومين 3 اكتر على بال ما نديله انسولين مائي او انسولين سريع المفعول، على بال ما يبدا السكر بتاعه ينتظم، لان طبعا العمليه بتخليه غير منتظم في اول فتره. مريض مدخن ومش ضامنينه، تمام خلاص ماشي، لازم برضه يقعد عشان يتراقب. يقعد عشان يتراقب بالظبط كده. لكن في مريضات فعلا على بال ما تكون شربت فنجان القهوه وعندك عمليه تانية، بتكون هي عايزه خلاص، عايزه تروح. دي مثلا لو عامله شفط بطن بس
مثلا يعني. مثلا لو عامله دبل تشين، لو عامله شفط للذراعين فقط، لو عامله مثلا يعني مثلا ميني تامي تاك او شد البطن المصغر، بتروح ممكن بعدها تروح ب6 ساعات. طيب حضرتك جبت سيرة الدبل شان او الدقن المزدوجة، وهي عند ناس كتير قوي، وعند ناس على فكرة ممكن ما تبقاش مليانة يعني مش تخينة، ولكن هي جيناتها هتعمل فيها كده، هتوديها في الحتة دي. دكتور بقت تتعمل كتير، بس هل نتائجها حلوة؟ لو الدكتور واعي ومقسم العيان بتاعه مظبوط كده، زي ما احنا قلنا ال3 كاتيجوري، اللي هو دهون بس وجلدها كويس، او دهون وترهلها متوسط، او دهون كتير وترهل كبير. لو انت مقسم دايما العيانين بتوعك هتعرف توصل لاحسن نتيجه. بمعنى اصح ايه، الرقبه ما فيها الا جزئين 2، الدهون والجلد. لو هي دهون بس اشفط، وطبعا النتيجه هتبقى روعه. لو هي فيها ترهل بسيط، اشفط واستخدم جهاز الفيزر مع جلسات المساج، وكمان الكرسي خليه مدة أطول شوية، هتحصل على نفس النتيجة بتاعت النوعية الأولانية ويمكن أفضل كمان. بس تبقى مختار عينة كويس. جلسات المساج الليمفاوي، جلسات المساج الليمفاوي دي بقت مهمة جدا تتعمل مظبوط؟ بقت مهمة طبعا، أكيد طبعا الجلسات مهمة جدا. خلينا بس نقول، لو أنت اخترت الرقبة الغلط، يعني مثلا سيدة مثلا 55 سنة، في دهون بس في كمان جلد في خلاص، ترهل، صحيح. في جلد خلاص بدأ يقع. انت اوعى تغلط الغلطة دي وتشفط بس، لأن الدنيا هتقع خالص. هتقع جدا، هيبقى في ترهل عنيف جدا في أنسجة وجلد الرقبة. يبقى لازم العيان ده يخش العمليات تشفطه، لكن لازم معاه عملية شد مصاحبة، شد جلد، اللي هو جرح ورا الأذن، ان انت تعمل شد للرقبة. يعني بنعمل معاه شد رقبة؟ بنعمل معاه شد رقبة. ده بالنسبة للسن الكبير فوق ال55، او زي ما حضرتك قلتي في اول حلقة، او هي صغيرة لكن هي عندها جلد مترهل كتير، فقدت وزن كبير. برافو فقدت زي ما حضرتك اشرتي في اول حلقه كده، لما العيان فقد وزن كبير، بيؤدي ان جلد الرقبه من اول حاجات برضو اللي بتبان ان جلد الرقبه يقع كمان. يعني برغم ان سنها صغير 20 سنه، بس فقدت 30 40 كيلو، فبالتالي محتاجه يعني التقييم ده مهم جدا ان هو يتعمل. انا بقيم المريض اللي قدامي عشان اعرف هو هينفعه بس شفط، ولا لازم مع الشفط في كمان شد رقبه. بالظبط كده. طيب بيلبس الكرسي لمده قد ايه؟ لبس الكرسي بيختلف حسب المنطقه. يعني انا في منطقه الرقبه بنحاول ان احنا نقعده اسبوعين، فتخيل انت مش هتروحي الشغل او هتروحي الشغل بالكرسي لمده اسبوعين، فعشان ده طبعا بيقابل بانتقاد مجتمعي. بس انت طبعا الستات بتعرف تهرب منها، اللي تقول رقبتي وجعاني، اللي تقول مش عارفه ايه، لكن الكرسي جزء لا يتجزأ من العمليه. بيتلبس يعني طول اليوم، ولا ممكن يتقلع في اوقات معظم بيتنام بيه؟ في اول فتره لازم طول اليوم، يعني اول اسبوعين ممكن اسبوعين يتنام في الرقبه، شهر ونص في الثدي، البطن شهر ونص، معظم الجسم شهر ونص، لا يقل عن كده. يعني حتى لو حياتك شافط بالفيزر لازم يتلبس كمان؟ الكرسي جزء لا يتجزأ من عملية التجميل، هو والمساج الليمفاوي اللي حضرتك قلت عليه دلوقتي. ايه أهمية المساج الليمفاوي؟ لأنه ناس كتير قوي بتعمل شفط دهون الرقبة، ولا كل الجسم ممكن يتشفط. ولكن تقول انا مش هعمل الجلسات دي. ايه اهميه دلوقتي الجلسات؟ لانه بيتكلموا عليها يا دكتور ان هي جزء لا يتجزأ من النتيجه اللي بياخدها الشخص ما بعد اجراء الشفط. طيب خلينا نقول ليه الناس كانت قبل الجلسات بتعمل ايه، والناس لما عملنا الجلسات بتعمل ايه. الناس قبل الجلسات كانت بتسيب فتحات شفط الدهون مفتوحه، وبالتالي المريض بيقعد اول 48 ساعه بينزل ميه الشفط فيه من الفتحات دي. الشكل كان بيبقى مفزع شويه وبيخوف شويه، لكن هو ده كان الشكل التقليدي، وكل الغرف كده، فما كانش حد بيبقى قلقان. يعني من الاخر المستشفى انت عامل 3 4 عيانين، الميه بتطلع من الفتحات دي، وبالتالي ما فيش ورم كبير او فتره طويله. طيب الفتحات دي لو اتسدت كانت الميه بتتجمع تحت الجلد، وكانت بتاخد فتره طويله في تصرفها. يعني بدل ما المريض بيحصل على مثلا 50% من ان الورم يروح بعد 3 اسابيع شهر، لا ال 50% دي تبقى بعد 3 شهور، وال50 التانية بتبقى في ال3 شهور اللي بعدهم. يعني بيقعدوا 6 شهور عشان يوصل لشكله النهائي.
طبعا المرضى ما بقوش عايزين ينتظروا هذه القصه او عايزين يحسنوا النتيجه دي بسرعه، وبالتالي احنا شفنا ان الافضل ان احنا نركب درنقه اللي هو جهاز لشفط السوائل بره، ونبدا كمان بحاجه اسمها المساج الليمفاوي. الليمف سيستم او ان الجهاز اللي هو الليمفاوي بتاعنا ده بياخد السوائل التقيله او البارتكلز التقيله ويدخلها في السيستم بتاعه بعيد عن مجرى الدم. يعني طبعا زي ما احنا عارفين الدم شريان ووريد، لكن الجهاز الليمفاوي بيبقى جهاز منفصل عشان لو في بارتكلز كبيره او في حاجات عايزه تتصرف وحجم وزنها كبير، هو الجهاز ده بيبقى مختص بيها. وبالتالي الجلسات دي بتشكل شكل الجلد بدري، وبالتالي بنقلل الورم فيها بصوره مبالغه. يعني هتخلي المريض ياخد نتيجه مبكره اسرع وافضل، والورم اقل والالم اقل. بدل ما يستنى فتره اطول هو هياخد النتيجه بشكل اسرع. بس لازم يلتزم بيها بقى، لان هي ممكن تبقى مؤلمه جدا في الاول، وانه هو هيحتاج ينزل عشان يعملها بعد الجراحه. هو ينزل دي حتى لو ما فيش جلسات ليمفاوي هو بيتعلم يعملها في البيت؟ لا طبعا ما بيقدرش يعملها في البيت. هو وانس ان هو نزل لازم ينزل من البيت عشان يشوف المتابعه بتاعت الدكتور. يعني لا شرط اساسي ان انت تشوف الدكتور بتاعك بعد 3 ل 5 ايام من العمليه. لا قدر الله مثلا عمليه انف وشكلها مش مظبوط، الثدي مثلا في تجمع دموي، البطن فيها تجمع دموي، لازم الدكتور يتابعك بعد 3 ل 5 ايام بكتير من العمليه. لكن بالنسبه لجلسات المساج الليمفاوي ممكن يعملها عند نفس الدكتور ده لو ده متاح، او ممكن بيعملها بمركز متخصص في الجلسات المساج الليمفاوي. وفي بعض الاحيان كمان في بعض اللي هم الاسيستنت او بعض اللي هم يعني مساعدين الاطباء بيروحوا يعملوا الجلسات دي في البيوت. يعني انت تبقى عامله العمليه وتتصلي مع الدكتور حد بيثق فيه يبعت لك البنوته لحد البيت. طيب شفط الدقن المزدوجه المفروض ان هي بتاخد النتيجه كامله بعد فتره قد ايه؟ او تشوف المنظر النهائي بعد فتره قد ايه؟ من 4 ل 6 شهور. من 4 ل 6 شهور؟ من 4 ل 6 شهور. طبعا احنا بيبقى في حاجه اسمها immediate result. الشكل بيتحسن يا دكتور مع الوقت؟ هو طبعا ده بكل تاكيد. هو انت اول ما بتخلص انت بتطلع تبص في المرايه بتشوف شكلك ده الشكل النهائي اللي هتاخده بعد 4 6 شهور. اول ما بتبص في المرايه القط، خلي عينك تلقط اللقطه دي، ده اللي انت هتشوفه بعد 4 6 شهور. او يتصور يعني، او يتصور مفيش اي مشكله. لكن انت تاني يوم وشك هيورم، رقبتك هتورم، الشكل بيبقى اوحش. الشكل اكيد بكل تاكيد بيبقى اوحش، بيبقى فيه تجاعيد، بيبقى فيه تكتلات، نشفان، مش حاسس بجلد رقبتي، منمل بالظبط، منمل. كل ده اعراض عاديه جدا لعمليه شفط دهون الرقبه. بتلبس الكرسي لمده اسبوعين، بتيجي في النص تبدا جلسات المساج الليمفاوي. حتى بعد الاسبوعين لما نقول لك فك خلاص الكرسي برضو بيفضل فيه شويه تكتلات وبرضو احساس بالتنميل. بيروحوا مع الوقت ومع الجلسات. لكن هي الجلسات المفروض تستمر لفتره قد ايه؟ من 6 ل 8 جلسات. انا ما بفضلش اكتر من 6 ل 8 جلسات. ليه حضرتك مش بتفضل اكتر من كده؟ عشان هي ليها ساعات تاثير عكسي. تمام. بمعنى اصح ايه؟ انا النهارده الجزء بتاع الجلد ده لزق في العضلات خلاص. لو انا قعدت افركه كتير تمام هيفرق عن العضلات تاني ويكون سوائل تاني. يعني في بعض الاحيان جلسات المساج الليمفاوي لما بتبقى عنيفه زياده بتجمع سوائل تحت الجلد. بس بعد الجلسه بتبقى شايف فرق؟ يعني ممكن تبقى رايح وانت حاسس ان انت مورم جدا، بعد الجلسه لو اتعملت صح يعني تحس بفرق. اولا بتحس بفرق ان العضلات بتاعتك نفسها مع الانقباض وانها تشد وترتخي، ده بيحسنها جدا. بتحس كمان ان الجلد لما حصل فيه مساج اتصرف جزء من الورم بتاعه، او على الاقل الميه المتراكمه تحت الجلد اتحركت من مكان لمكان. صحيح. كمان الانسجه بتاعتك اتحسنت جدا. دكتور محمد دنيا، استشاري جراحه التجميل وتنسيق القوام، انا بشكر حضرتك جدا يا دكتور. ميرسي، نورت. ميرسي على الحلقه الجميله دي، وميرسي على ذوقك، وبرنامج ناجح وكل يوم انجح ان شاء الله. بشكر حضراتكم على المتابعه، وبتمنى لكم دايما دوام الصحه والعافيه، واشوفكم على الف خير في حلقه جديده.